السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل محبين وعشاق نادي الزمالك في كل مكان. النهاردة الزمالك بيتعادل مع النادي المصري بنتيجة 2-2. المباراة التانية النهاردة في الدوري للزمالك كان بيواجه المصري الأسبوع اللي فات يوم السبت الماضي في مباراة الكأس، وقدر نادي الزمالك يفوز على النادي المصري بنتيجة 1-0 بهدف سيد نيمار، وطبعا تأهل نادي الزمالك إلى نصف النهائي. النهاردة مباراة الدوري. نادي الزمالك بيتعادل 2-2 في مباراة قوية النهاردة بين ند قوي، كابتن إيهاب جلال اللي بيدرب نادي المصري. مباراة طبعا قبل ما نتكلم فنيات او قبل ما نتكلم في اي حاجة في الكورة النهاردة، عايزين نذكر الناس وانا اولكم طبعا اللي نادي الزمالك عنده 12 لاعب غايب عن المباراة، يعني فريق تاني بالاحتياطي بتاعه. 12 لاعب غايب ما بين اصابات واستبعادات. طبعا كم هايل جدا من لعيبه نادي الزمالك، بقاله ده تاني مباراه او تالت مباراه بتضربه غيابات لعيبه واصابات بشكل مبالغ فيه طبعا، ومعظمها كلها في الشق الهجومي. ولكن عندي لاعب واحد يعادل ال 12 لاعب دول بان تاثيره في المباراتين الاخيره، خصوصا قدام انبي والنهارده قدام المصري. انا اقصد وبتكلم عن الونش شايل دفاع نادي الزمالك بشكل كبير. احنا شايفين النهارده المباراه الثانيه على التوالي نادي الزمالك بيخش فيه هدفين، في مباراه انبي بيخش فيه هدف. حسام عبد المجيد ومصطفى الزناري مش قادرين ان هم يعملوا توليفه كويسه يغطوا بيها دفاعات نادي الزمالك بالشكل القوي، خصوصا في المباراتين الاخيرتين. وواضح جدا كده اللي احنا الماتشات الجايه نادي الزمالك هيعاني بشكل كبير في ظل وجود حسام عبد المجيد ومصطفى الزناري. نروح للمباراة نتكلم عليها. طبعا المباراة بدأت يعني واخدة طابع حماسي، خصوصا المباراة الماضية بتاعت يوم السبت اللي فات في الكاس. طبعا المصري اتغلب، فمستر فيريرا كان عاطي تعليمات للعيبة ان المصري هيلعب المباراة دي بشكل قوي وعايز يعوض الخسارة بتاعت المباراة اللي فاتت. طبعا يعني فعلا النادي المصري نزل يعني ضاغط من اول دقيقة، وشفنا النهارده في مفاجأة محمد صبحي بيحرس مرمى نادي الزمالك. شفنا خطأ من محمد صبحي في أول دقيقة، يعني قدام مروان حمدي، حط الكورة طبعا ضعيفة على المرمى ولحقها حسام عبد المجيد طلعها من المرمى. طبعا محمد صبحي بدأ المباراة مهزوز، وما اعرفش هل محمد صبحي كان المفروض هو اللي يبدأ المباراة النهارده ولا عواد، خصوصا يعني عايز اتكلم من ناحية مين فيهم الأجهز فنيا وبدنيا في المباراه الاخيره. ولكن كلنا عارفين ان مستر فيريرا كان واعد محمد صبحي اللي هو يلعب الماتش اللي فات، ولكن لظروف سفر مستر فيريرا سافر البرتغال في المباراه الاخيره، وروي اجواش هو اللي قاد الفريق في المباراه الاخيره. فطبعا حب يعوض محمد صبحي ولعبوا المباراه النهارده. بدأ المباراه طبعا محمد صبحي مهزوز شويه، ولكن نادي الزمالك سرعان ما يعني بدأ طبعا بخطة بيلعب لعب الشوط الاولاني نادي الزمالك ب 5-3-2، 5 في الدفاع وثلاثة في خط الوسط واثنين في الهجوم. طبعا اللي في الهجوم زيزو ومصطفى شلبي، والثلاثة اللي في النص كان رؤى وعمرو السيسي، وقدامهم امام عاشور، والخمسة اللي في الخلف عبد الله جمعة، وطبعا في الناحيه الشمال وفي الناحيه اليمين عمر جابر، وثلاثه في قلب الملعب حسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وحمزه المسلوسي. طبعا تشكيله نادي الزمالك كان باين عليها على نادي الزمالك فعلا في الشوط الاولاني ما كانش مفتقد، كان نادي الزمالك مفتقد للحلول الهجوميه بشكل كبير جدا. يعني نادي الزمالك الحاجه الوحيده اللي كانت يعني مخليه الناس اللي بتتابع المباراه مصحصحه وفايقه هو صيحات الجمهور. الجمهور هو اللي كان مولع المباراه في الشوط الاولاني، وكمان كان عامل للمباراه يعني طابع وحس كده في المباراه. طبعا نادي الزمالك في الشوط الاولاني كان مفتقر الى النواحي الهجوميه بشكل كبير. دفاعيا كان نوعا ما واقف بشكل كويس، لان لعب مباراه بتشكيل 5-3-2، فكان عاطي طباع دفاعي اكتر. يعني نادي الزمالك اتيحت له فرصه وحيده في الشوط الاولاني، قدر يسدد امام عاشور طبعا تسديده بوم في مرمى محمود جاد، ما قدرش يعمل لها اي حاجه في الدقيقه 19 تقريبا. بعدها ب 15 دقيقه في الدقيقه 35 بالظبط قدر يتعادل
نادي المصري من رأسية عبد الرحمن دغموم، اللعيب اللي هو النحلة اللي ما يعني لا بيكل ولا بيمل بصراحة في الماتش. لعيب هايل جدا، مستواه قوي. طبعا الياس الجلاصي عمل كرة عرضية ل طبعا عماد ابو بكر اللعيب الجزائري، وطبعا عماد ابو بكر مهدها بالراس. طبعا كل الكور اللي احنا بنحكي عليها دي كلها حصلت في 18 نادي الزمالك. طبعا عملها عماد ابو بكر ل عرضيه بالراس للاعب عبد الرحمن دغموم، قدر اللي هو يحرز بيها الهدف الاول للنادي المصري. الهدف كان في حراسه حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد طبعا تخيل الكره تتلعب من الياس الجلاصي من الناحيه اليمين، تروح لعماد ابو بكر يلعبها براسه لعبد الرحمن دغموم. كل ده في 18 نادي الزمالك، ولاعيبه نادي الزمالك دفاعاته بتتفرج على الكوره. بعدين عبد الرحمن دغموم بيحطها بالراس على يمين محمد صبحي. فمتخيلين طبعا المشهد الدراماتيكي اللي واقف فيه لعيبه نادي الزمالك. لعيبه نادي الزمالك بتعاني دفاعيا في ظل غياب الونش. طبعا الشوط الاولاني ما كانش فيه فرص خطيره بالشكل الكافي، بس كام كره عرضيه كده او كور بينيه عملها امام عاشور النهارده كمتالق في الشوط الاولاني. كان هو ابرز اللعيبه اللي ظاهرين في نادي الزمالك. لمصطفى شلبي عمل كورتين تقريبا ما قدرش اللي هو يوصل لهم مصطفى شلبي بالشكل الكويس على مرمى محمود جاد. زيزو انا شايفه متعصب قوي في المباراه كلها. زيزو لازم تهدى، يعني لازم تهدى شويه عن كده. انا مش عارف ايه بالظبط، بقاله كام ماتش زيزو بيتشنج في الملعب وبيعمل حاجات مش كويسه يعني. اعتقد النهارده خد انذار زيزو. يعني اهدى يا زيزو، انت لاعب كبير، بلاش عصبيه، لان العصبيه دي هتاثر على ادائك في الملعب. الزمالك نزل طبعا الشوط الثاني بسرعه. فيريرا عدل طريقه اللعب، لعب بطريقه 4-2-3-1، ونزل طبعا يوسف اوباما وسحب عبد الله جمعه. فبدا يعدل طريقه اللعب. نادي الزمالك فعلا كان ضاغط في المباراه. عمل كره فرصه طبعا في بدايه المباراه، تمريره من امام عاشور عرضيه، مصطفى شلبي بتفوت منه طبعا الكوره يعني بشكل غريب جدا، ما كانش ذهنه حاضر في اللقطه دي. نادي الزمالك حاول تاني في بتمريره كره عرضيه تانية في برضو بعد 11 دقيقه تقريبا من بدايه المباراه، قدر من خلالها عمرو السيسي بيحرز هدف الثاني لنادي الزمالك والاول ليه طبعا في الموسم. عمرو السيسي النهارده كان بيستخلص الكور بشكل كويس، عمل مباراه جيده مع نادي الزمالك بشكل كويس. ولكن سرعان بقى برضو عمل المصري مع في قيادة ايهاب جلال عمل تغيير واثنين وبدا يعدل في طريقه اللعب. قدر احمد الشيخ بواحده يعني كره تسديده هايله جدا، عملت بلياردو في مرمى نادي الزمالك، في مرمى محمد صبحي، خبطت في القايم، بعدين دخلت المرمى. قدر يحرز الهدف بتاعه طبعا بعد 8 دقائق او 9 دقائق من هدف نادي الزمالك. 2-2 المباراه بعد الهدف الثاني للنادي المصري بدات تروح وتيجي، يعني فرص لنادي الزمالك وفرص للنادي المصري. يعني انا شايف النهارده يعني مروان حمدي كان متالق بشكل كبير، فارق جدا هجوميا مع النادي المصري. عبد الرحمن دغموم لعيب هايل، عماد ابو بكر هايل في الكرات الرأسيه، احمد الشيخ النهارده كان مستواه كويس. اللعيبه بتاعت المصري كانت ماديه اداء النهارده رائع بشكل كبير. المباراه زي ما قلت بعد الهدف الثاني للنادي المصري بدات تروح وتيجي، يعني نادي الزمالك كان له فرص خطيره، ممكن نادي الزمالك كان يحرز الهدف الثالث، وبعدها النادي المصري كان ممكن يحرز هدف وكمان الهدف الثالث. ولكن في اخر ربع ساعه بدا كابتن ايهاب جلال يعمل تغييرات وينزل، يسحب احمد الشيخ ويسحب لعيبه من اللي موجودين في الخط الهجومي. عبد الرحمن دغموم طلع وبدا ينزل ايزي اميكا وينزل محمد عنتر وينزل عمرو موسى ويعمل زحمه في منطقه وسط ملعب نادي الزمالك. بشكل كبير نادي الزمالك ما قدرش اللي هو يعني يواصل هجماته او يضغط، لان دكه نادي الزمالك برضو كانت كلها لعيبه اشبال وناشئين، يعني حسام اشرف وسيف فاروق جعفر ويوسف اسامه نبيه واحمد خضيري، يعني اللعيبه كلها سنها صغير، يعني ما فيش الا محمد عواد هو اللي كان قاعد على الدكه من اللعيبه الكبيره يعني. طبعا يعني يوسف اوباما برضه عايز اتكلم عليه. يوسف اوباما انت نزلت المباراه زي ما نزلتش والله يا يوسف، يعني ما شاء الله عليك، انت ما عملتش اي حاجه خالص ومش عارف يعني فيريرا نزلك ليه؟ انت اصلا يا يوسف بقالك
دلوقتي من الموسم اللي فات وانت مستواك نازل جدا، فانت مش انت اللي هتعمل اضافه او هتعمل تغيير في اداء نادي الزمالك. كل الجماهير نادي الزمالك والمتابعين ملاحظين كده كويس. يوسف لازم تراجع نفسك كويس. يوسف اوباما انت كنت يعني الموسم اللي فات، لا اللي قبله، انت كنت لاعب هايل وكنت من هدافين الفرقه. انت النهارده مش موجود خالص يا يوسف. لازم تراجع نفسك. يعني اللعيبه زي ما بتتكلم على العقود بتاعتها والفلوس والكلام ده، انت فين بقى لما مستواك ما بيبقاش موجود وما بتبقاش ظاهر في الفرقه؟ انت فين؟ يعني انا في نهايه كلامي عايز يوسف اوباما بالذات يراجع نفسه ويراجع افكاره ويراجع ترتيبه. من موسم ونص احنا كنا بنطالب ان يوسف اوباما يكون موجود في المنتخب المصري. النهارده احنا مش عايزين يوسف اوباما في هجوم نادي الزمالك اصلا. لازم تراجع نفسك. مستر فيريرا عايز اتكلم برضو. مستر فيريرا انت ليه تبدا المباراه دفاعيا بالشكل ده؟ يعني نادي الزمالك في الشوط الاولاني مش متواجد هجوميا غير بفرصه الهدف بتاعت امام عاشور من تسديده من خارج ال 18. لازم الفرقه تفوق. لازم الفرقه تفوق بشكل كويس يعني. السلام عليكم.